يعتبر ما يطلق عليه صديق للأقليات، لأن الناس هذه بحاجة لشكون يسمع. هل يعني ذلك أن أغلبية الأئمة السنة ليسوا أصدقاء الأقليات؟ قد لا يكون، وقد يكون فما شكون أكثر مني، وقد يكون فما شكون أقل مني، وقد يكون ما فماش، أنا لا أعلم. هذا أنا أنقل لك تجربة شخصية. قبل فترة كان عندي درس، كان الحضور كلهم أئمة سنة، وكنت أدرس بعمامتي، كانوا قابلين بالوضع، إلى أن لعل إبليس الرجيم أو الوسواس الخناس في تونس نعم، وقريب جدا من هذا المكان، دخل كيفاش انتم تقراوا عند شيعي ومعمم ومن الحوزة. توقف الدرس. يعني كما قلت في البداية، كنت في حزب سياسي، في مقر حزب سياسي؟ لا 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 لا، خاطر هنا قريب، رانا احنا في قريب الحزب السياسي. لا لا لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا، قلت في مقر حزب سياسي. لا 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 لا، دروس خاصة بيتية للمهتمين، ودرس أدبي يعني، حتى درس في البلاغة كان تحديدا. حتى دروسك تعملها سرية في الديار يا شيخ؟ والله يجيب لي ترخيص وانا نعملها علنا. لا سأل انا معناها قلت في الديار. لا، هذا الواقع، انه طبعا ماهوش تجمع بحيث يتجاوز العدد القانوني، الجانب المسموح، لكن المشكله نرجع للقضيه الاساسيه.